صباح الخير يا ولد. عادك هنا؟ صباح الخير يابا، دقايق بس وتوكل. دعواتك. الله يحفظك ربي ويرزقك الرزق الحلال يا رب باذن الله. دفتر اليوم فلوس ادي لك انا لا. لا تهم ولا شيء يا ولدي، أهم شيء دراستك وأشوفك تحقق حلمك وتكون مهندس كبير. الدراسة تحتاج فلوس يابا، والجامعة حلم بعيد. خليها على الله، عاد تسأل من عندك طالما عندك هدف. الله ما يوفقك يابا، مع السلامة. يابا روح الحين، معاك بشارة. يابا يما قبلوني في منحة الجامعة بتخصص الاشتي ميكاترونكس. ألف مبروك يا ولدي، الحمد لله. الله يسهل طريقك وينولك اللي تشتهي يا ابني. الحمد. لما معهم كل هذا ليش ما احنا يلا نوفر قوت يومنا. شكلنا من عالم ثاني. شكلك ضايع. بالله كنت بين افكر. شكلك عادك جديد، بتفكر في مشاريع المستقبل ولا صعوبات الدراسة؟ ايوه بندرس ميكاترونكس، بين افكر بس انتهي. اهلا يا باش مهندس، عادك على طريق طويل. ما رأيك جيت تسمعي انا واصحابي؟ طبعا عشان التعارف. انا صالح وهذا فارس وهذا ظافر الكبير اقدم واحد في الجامعه. واعرفك البش مهندس علي. أمانة هذا اليوم تهين تضحهم ملل ما بش ما يفعل الواحد. اما بالنسبه لي انا معي مشوار للشركه الوالد يشتيني. أما بالنسبة لي اليوم معي صفقات بين أرتب لها شغل نظيف دخل مضمون الحمد لله. وأنت يا باش مهندس ما بتعرف؟ انا بنشتغل في الورشة حق السمكة. ضروري اتحمل وادرس من اجل ابي وامي. يعني قصدك سمكري؟ ما بيقولوا عنك باش مهندس، تشتغل عندي وسمكر حق السيارات وأنا أدي لك العمل أنا. انا بنشتغل في الورشة حق السمكة. يعني قصدك سمكري؟ ما بيقولوا عنك باش مهندس، تشتغل عندي وسمكر حق السيارات وأنا أدي لك العمل أنا. مالك يا أخي شكلك ضابح. ما بشي يا اخي. إذا تزعلش مني أنا كنت بين أمزح معك. صح ما بشي. والله أنك قاعد تحاكي عيش بك. ما اقول لك يا اخي، بينهم الجبي، مصاريف البيت، الجامعة، حياتي كلها شقاء على الفاضي. هذه مش مشكلة يا أخي، المشكلة لها حل. امسك هذه خليها معك وإذا احتجت تواصلت معي. ماشي مشيش والله. والله أنك عاد شله احنا أخوك خلاص. بس بشرط اعتبرها دين في رقبتي. اعتبر هذه ولا اعتبرها مشتي، ولا تنسى كلامي. إذا تشي فرصة عمل تواصل معي. أهلا بالمهندس الطموح. تفضل تفضل. جيتك عشان العمل الذي قلت لي عليه. أنا كنت عارف إنك قاعد تفكر فيها صح. توصلين الأماكن اللي شارستهن لك، ما عليك إلا تنسى حاجة اسمها فكر. مو هذا مشي هذا حرام. هدا عز نفسك يا شاطر، فكر في أبوك وأمك، كم لهم عايشين العيشة هذه؟ سأل نفسك ما يستاهلوش عيشة أفضل؟ أنت بهذا العمل هتخليهم يعيشوا ملوك. الله يحفظك ربي ويرزقك الرزق الحلال.
هو العمل هذا يا ولدي الذي بيغير الحال بسرعة، جابرني بصدق. هاتك لك شاور. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالسجن لمدة 25 سنة بتهمة حيازة وترويج المواد. خنتني يا ولدي! ليش هكذا يا ولدي؟ ليش هكذا؟ حرام عليك، ليش تفعل بنا هكذا؟ أنت ما دمرتش نفسك بس، أنت دمرتنا كلنا. أنا فعلت كل هذا عشانك، عشان نعيش مرتاحين. أنا تجحد. ما نشتش فلوسك، ما نشتش فلوس الحرام، ليكن خبز يابس واحنا رافعين رؤوسنا، ليكن خبز يابس. هذا الذي نشتيه، هذا الذي نشتيه. ما نشتش فلوس الحرام، تفعل بنا هكذا؟ ليكن خبز يابس واحنا رافعين رؤوسنا. ايش عمرك هذا؟ ولا فلوسك الحرام، اكل خبز يابس او مت جوع عادي. لكن اذكرك انا عشان احقق حلمين ما تعيش حياتك في جحيم. اليوم نستضيف احد ابرز مع السيارة. جيت تشفى؟ لا جيت اتشفى ولا شيء، جيت اسدد الدين. ابشرك حقك تحزن.